يا جماعة أوعدكم إن طريقة العيش دي استحالة إنها تفشل معاكم، واستحالة إن في رغيف واحد ما ينفخش كده أو ما يعلاش بالشكل ده. شوية عيش ملهمش حل. تعالوا بينا يلا نعمل مع بعض العيش الخطير ده أو العيش التركي. ويلا بينا نقول المقادير، بس الأول أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي نادية، ولأول مرة تشوفوا قناتي من فضلكم تشتركوا وتكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في الوصفة. يلا بينا نقول المقادير. هنجيب هنا كوباية ونص من المية، وهنضيف عليهم باكت خميرة أو 10 جرام خميرة، معلقة معلقتين كبار سكر، وربع معلقة ملح. وهنقلب كده المقادير بالشكل ده لغاية ما حبيبات الخميرة كلها تدوب بالشكل ده كده. نخلطهم كده مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم الدقيق. معايا نص كيلو دقيق بيعادل 4 كوبايات شاي، كوباية الشاي العادية بتاعتنا. هضيف الكمية كلها مرة واحدة وهنقلبهم بالشكل ده. هي العجينة دي ما بتحبش العجن، هي مش بتحتاج عجن كتير، يا دوب بنلم المقادير كلها مع بعضها، يعني دقيقة او دقيقتين بالكتير، 3 دقايق بالكتير عجين. بنلمها كده بالشكل ده، ما بتحتاجش عجن. لا بنضيف بقى لا زيت ولا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة، هما شوية المية والدقيق والخميرة وخلاص، وشوية السكر والملح. وبنسيبها بقى تخمر لمدة نص ساعة او ربع ساعة على حسب المكان اللي هي محطوطة فيه. بما اننا طبعا في الصيف وفي الحر، هي اخدت معايا حوالي من 10 دقايق لربع ساعة تخمير لغاية ما بقت معايا بالشكل ده كده. سهلة وبسيطة وسريعة وطعمها في منتهى الجمال. رغيف العيش اصلا من جوه لما نفتحه تحفة جميل. في السندوتشات بقى هو يتاكل حاف اصلا. انا فردتها بالشكل ده وقطعتها، عملت معايا 7 كور. ال7 كور دول عملوا معايا 14 رغيف. وعلى فكرة يعني مش شكل ان الرغيف شكله صغير ان هو مش هيشبع او كده، لا بالعكس بيشبع. عملت معايا 14 رغيف بالشكل ده كده. هجبت هنا معايا شوية مية وسمسم. هو يفضل ان احنا نعمل بسمسم متحمر، السمسم الاحمر بيبقى شكله احلى في العجينة وبيدي طعم طبعا احسن، بس ده اللي كان موجود عندي. المية هنا بحط فيها الكورة بتاعه العجينة علشان السمسم يمسك كده بالشكل ده على العجينة. تفردها بقى بالنشابة، تفردها بايدك. وبقسم طبعا الرغيف ده نصين بالشكل ده كده. اما مش بسيبها ان هي ترفع، ان العجينة ترفع تاني معايا او الكلام ده، ما بترتاحش. إيه، باخدها في الزيت، بس لازم من نجاح العيش دوت ان الزيت يبقى درجة حرارته عالية جدا. اولا لما تبقى درجة حرارته عالية مش هيخلي العيش ده يشرب زيت معاكي نهائيا، وكمية الزيت هتفضل زي ما هي. لازم يبقى بالشكل ده كده، الزيت درجة حرارته عالية، ده من عامل من عوامل نجاح العيش. يعني حاجة أساسية معاكي إن الزيت لازم تبقى حرارته عالية جدا بالشكل ده. ما بيشربش زيت طالما الزيت درجة حرارته عالية، ما بيشربش زيت خالص. بالشكل ده كده معاكي، ومش هياخد وقت خالص. يعني الموضوع ده أخد معايا حوالي من نص ساعة. طعمه تحفة وجميل، وعمل معايا الكمية دي كلها. أتمنى أن تكون الوصفة عجبتكم، وأتمنى أن انتوا تشتركوا في القناة وتدعموني، وبألف هنا على قلوبكم يا رب. اتمنى طبعا اللي يجرب الوصفة يكتب لي في كومنت ويقول لي رأيه ايه فيها. العيش من جوه تحفة. الطعم ده بقى مع السمسم انت تاكليه حاف، جميل جدا في سندوتشات للاولاد. جميل حلو قوي قوي وموفر، ما شربش زيت، كمية الزيت زي ما هي معايا. حاجة فوق الرائع، حلو جدا.
وبس كده خلصت.